Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي عميرة بنت شكري. اليوم سأقدم لكم عن الموضوع يعني التشبيه بالغ. ما هو التشبيه بالغ؟ التشبيه بالغ هو التشبيه حذفت أداته ووجه شبه. التشبيه بالغ وهو ما حذف منه أداة التشبيه ووجه شبه، فهو عبارة عن المشبه والمشبه به فقط. ثم يسمى التشبيه بالغ لأن حذف الأداة ووجه شبه مبالغة في التشبيه، حتى كأنهما كالشيء الواحد، فكأن المشبه هو عين المشبه به. تمام. الآن سأبين يعني ما هو أداة ووجه شبه. طيب، أداة يعني كاف أو مثله، ووجه شبه يعني الكلمة لا نطق صفته. طيب، هذا سأبين يعني ما هو مثال التشبيه بالغ. الأول يعني التشبيه بالغ مثل العلم نور. العلم بمعنى مشبه، ونور يعني مشبه به. المثال الثاني يعني الطالب مجتهد. الطالب يعني مشبه، ومجتهد مشبه به. في مثال أول والثاني يعني لا يوجد أداة ووجه شبه، فهو التشبيه بالغ. ثم في هنا أدوات التشبيه في حرف واسم وفعل. مثال في الحرف يعني وجهه كالقمر، وفي الاسم يعني الولد شبه بأبيه، وفي فعل يعني الولد يشبه والده في الطيبة. وعلى ذلك المثال الأول يعني فاطمة بدر. في هذه الكلمة لا توجد كلمة كاف أو كما. والثاني يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني تشبيه بالغ في المؤمنون إخوة. ثم وأخيرا وفي الثالث يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. في التشبيه بالغ يعني الكلمة لون أحمر. ثم سأبين الفرق بين التشبيه بالغ والتشبيه بسيط. التشبيه بالغ مثل هو قمر. هو قمر لا يوجد أداة. ثم التشبيه بسيط يعني هو كالقمر. في هذا مثال كالقمر يعني يوجد كف، يعني أداة شبه. ثم طريقة سهلة لمعرفة التشبيه بالغ: إذا كانت جملة يعني فيها اسمان ولا توجد كاف أو مثله، وأخيرا معناها التشبيه. وأخيرا يعني إذا وجد أداة تشبيه فليس بليغا، وإذا حذفت أداة ووجه شبه يعني فهو التشبيه بالغ. نكتفي بهذا القدر. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.